بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء نبوي يعجل الرزق للعبد. إذا دعوت به عجل الله لك رزقك وطرد الله عنك الفقر والجوع. أخرج أبو نعيم في الحلية حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، يعني جاءه ضيف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، أي يطلب طعاما منهن لضيفه، فلم يجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدعاء فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ركز معي أخي الحبيب في الدعاء وكرره كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني مشوية، تخيل، ذبيحة مشوية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا ربه بهذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من فضل الله ونحن ننتظر رحمة الله. يا سلام، لو دعوت الله بهذا الدعاء وكررته لرزقك الله من حيث لا تحتسب وطرد الله عنك الفقر والجوع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من فضله وأن يرزقنا البركة في الرزق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.